السلام عليكم حضرات. حابب أعلق على ماتش الأهلي وريال مدريد. أنا بالنسبة لي شخصيا أنا زعلان، طبعا زعلان. كنت أتمنى إن ربنا يكرمنا ونكسب ريال مدريد حتى لو هي كانت بطلة أوروبا، ولكن في الأول وبالآخر بنقول قدر الله وما شاء فعل. بالنسبة لمستر كولر، في الأول أنا حابب أشكره، لأن أنا شايف إن هو من وجهة نظري الشخصية لعب بالشكل اللي انا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يلعب بيه. يمكن انا لما لعبنا بايرن ميونخ ايام موسيماني واتغلبنا 2-0، طلعت بعد الماتش مسكت موسيماني غسلته. مع الاسف ان الحلقة مش موجودة لانها راحت مع الصفحة بتاعتي اللي اتقفلت، لكن انا كنت في الماتش ده بتاع بايرن ميونخ كنت زعلان جدا، لان احنا كان كل اللي بنعمله ان احنا بناخد الكرة نديها لهم ناخد الكرة نديها لهم، وما لعبناش كورة بتلاتة تعريفة. وكان واضح جدا من موسيماني في ماتش بايرن ميونخ ان هو مرعوب وخايف، وصدر قلقه وخوفه ورعبه ده للعيبة في الملعب. وكانت النتيجة اي نعم 2-0، مش نتيجة كبيرة، ولكن كان الاداء سيء 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 وما لعبناش كورة في الماتش ده. عكس اللي عمله مستر كولر في المباراة دي، ان اداني انطباع انا شخصيا كمشجع من التشكيل اللي هو عمله، ان هو نازل يلعب ند بند لريال مدريد، حتى لو كان الموضوع صعب. وطبيعي ان هو صعب طبعا، انت بتلاعب بطلة اوروبا وبتلاعب فرقة تقيلة، كلنا عارفين ان كل المعطيات وكل النتائج، يعني اي حد بيتوقع هيقول ريال مدريد اللي هتكسب. ولكن انت كمدير فني لازم تنقل للعيبتك انك انت بتحافظ على حظوظك في المباراة. مهما كانت نسبة حظوظك، انت ليك نسبة حظوظ انك انت ممكن تكسب. ودي اللي كولر اداها لعيبته بالتشكيل اللي نزل بيه، اداهم احساس ان انا نازل عشان احافظ على حظوظي في ان انا ممكن اكسب. فدي يشكر عليها الراجل تماما، واللعيبه وصلت كتير ورحنا كتير، ودي تحسب للمدير الفني. فانا بشكر مستر كولر ان هو رضاني انا على المستوى الشخصي. قد يتفق معايا البعض، قد يختلف معايا البعض، لكن انا شايف ان هو يعني عمل التشكيل وعمل اداء انا شخصيا فرحان بيه ومبسوط بيه. بالنسبة للعيبة، انا ما اقدرش الوم اي لاعب، حتى الاخطاء واردة انها ممكن تحصل، لكن لما تيجي تغلط قدام فريق بحجم ريال مدريد فالخطأ لازم تكون نتيجته هدف، لان دي لعيبة على مستوى عالي جدا. فانا شايف ان اللعيبه ما قصرتش، كل لعيب في الملعب طلع كل اللي عنده، موت نفسه في الملعب حرفيا. لكن نرجع ونقول في الاخر ان هي فروق وامكانيات. اللي الاهلي بيعمله في الدوري عمله قدام ريال مدريد. الاهلي بيضيع فرص كتير جدا وفرص سهله قدام ريال مدريد، وصلنا ورحنا للجون وضغطنا على ريال مدريد من قدام، وكانت النتيجه من 2-0 انك ترجع وتجيب 2-1 وتفضل ضاغط على ريال مدريد من قدام، والنتيجه كانت 2-1. وحسيت الى حد ما في بعض الاوقات ان ريال مدريد بتحاول تضيع وقت او تستهلك وقت والكرة في رجليهم، وده حصل فعلا. يعني مش مجال للسخرية، ده حصل فعلا. وانك انت صدرت ليهم قلق، دي كانت تحسب. يمكن يعني انا لذلك لما انا قلت ان انا مش زعلان من لعيبة النادي الاهلي، اجتهدوا، كل واحد طلع اللي عنده. لكن هي في الاول وفي الاخر بنرجع نقول ان هي فرق امكانيات. لعيبة هنا بتعرف تخلص من ربع الفرصة، لعيبة هنا بتجيلها فرص كويسة جدا، مع الأسف ما بنقدرش نستغلها ان احنا نسجل هدف. ولما انت ما تقدرش تستغل الفرص قدام فريق بحجم ريال مدريد، لازم تكون النتيجة بالشكل ده. انا اللي زعلني مش اننا اتغلبنا من ريال مدريد، لان ده النتيجة الطبيعية. الطبيعي ان انت نازل عارف ان يعني نسبة 80 20 90 10، لكن انت كنت زي ما انا قلت انت بتحافظ على حظوظك انك انت ممكن تحقق مفاجأة وتكسب. انا اللي مزعلني هي ان النتيجة ما كانتش معبرة عن سير المباراة. انت لحد ما دخل فينا الجول الهدف الثالث والرابع في اخر الماتش، او في اخر الماتش بالكامل وفي الوقت بدل الضيع، احنا كنا ند، وكنا ند قوي لريال مدريد ووصلنا وضيعنا. لكن النتيجة هي اللي مزعلاني. النتيجة مع في الاخر 4-1 ما كانتش نتيجة معبرة
للمستوى ولا الاداء اللي احنا لعبنا بيه. بس ارجع واقول انا مبسوط من الاداء، مبسوط من الطريقه اللي لعب بها مستر كولر. حاسس ان هي دي اللي بترضيني، لان انا برضو انا مش ناسي انا قلت ايه في ماتش بايرن ميونخ. قلت انا ما يهمنيش ان انا اتغلب من بايرن ميونخ 4 ولا 5 ولا 6، بس يهمني ان انا طالع لاعب كوره، ووصلت ورحت للجون وضيعت فرص وكور تيجي في العارضه. انا قلت الكلام ده في ماتش بايرن ميونخ، فانا مش هرجع في كلامي. انا اتبسطت من الاداء، اتبسطت من المستوى، اتبسطت من لعيبتي انها بتحافظ على حقوقها، يعني على حظوظها في المكسب، وبتقاتل لحد اخر لحظه. يمكن النتيجه مش عجباني، كنت اتمنى ان النتيجه حتى لو احنا اتغلبنا كان نتغلب بنتيجه اقل من كده، لكن هي دي بس الحاجه اللي مزعلاني، ونقول قدر الله ما شاء فعل. شكرا مستر كولر، شكرا لعيبه النادي الاهلي، ما حدش فيكم اثر في نقطه عرق في الملعب. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تفرحونا في الماتش الجاي، برضو ماتش مش سهل. فلامينجو انا شفت الماتش بتاعه، فرقه عاليه جدا، كانت بتلعب ناقصه لاعب قصاد الهلال، وكانت بتلعب كأنها بتلعب كاملة، ما حسيتش الوهلة انها فرقة بتلعب ناقصة لاعب، وخطيرة جدا وصراع جدا. يعني انا شايف انها فرقة، ما حدش يعني ياخد كلامي، انا شايف ان الماتش اللي عملته فلامينجو قدام الهلال فرقة خطر جدا جدا. ان شاء الله باذن الله رجالة النادي الاهلي يكونوا قدها، وباذن الله باذن الله نرجع بالبرونزية للمرة الثالثة على التوالي. وان شاء الله ان شاء الله نفرح بلعبتنا، ونفرح بأدائها، ونفرح بشكلنا في كأس العالم. ويا رب دايما أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.